النهارده الحقيقه يعني وتحيه من القلب للي حصل في الناس بتوع التيك توك. اقول لك ببساطه ليه. انا الصراحه لا بنحب نشمت في بشر ولا نفرح في كارثه تحصل لبني ادم، ربنا يتوب على الجميع يا رب. الحصول على الكسب السريع والولاد يقولوا لي احنا عايزين فلوس بسرعه. انا عارفه ان تحديات الحياه صعبه وان احنا كلنا عندنا احلام وامال ونفسنا نعيش مبسوطين. وتقول لي البنت طب قولي لي حل لما تيجي شايفه. والشاب اللي كان الاول زمان يا شباب كانوا الولاد لازم يتعلم حرفه. كان الشاب زي حضراتكم كده في الثانوي من اول ما يوصل للثانوي، ما عندناش شباب في ثانوي تقعد في البيت. كان الشاب يطلع لازم يتعلم اي حاجه، ممكن نسال ابهاتنا في الكلام ده. لازم يتعلم حرفه حتى لو كان والده ايه، مش مساله فلوس، هي مساله ان انت يا ابني يتقال لك كده انت معاك صنعه. الشاب كان يطلع من الجامعه ايا كان بقى مجاله معاه صنعه، اتربى في الدنيا، عرف الفلوس بتيجي ازاي فعرف قيمتها. اصبحت الناس من النماذج اللي اتمسكت امبارح. لا طب ما انا ممكن افتح الكاميرا واجيب داعمين وناس يدفعوا لي فلوس من غير ما اتعب. ما هي دي ايه؟ ما هي دي حرام مش دائمه. فاصبحت في حرف مندثره واصبحت في قيم راحت. ده بقى في حاجات تانية. ده بقى الشاب يطلع مع خطيبته هما الاتنين، الله كابل فظيع، يطلعوا مع بعض ويعملوا بقى فيديوهات. وطبعا الاندر ايدج بقى خلاص دول بقوا ايه، وتلاقي بقى يطلع عليهم فيديو كليبس وحاجات زي كده. ما شاء الله الله الحب. يطلع مع خطيبته بعد شويه مراته وهكذا. وانا اشتغل ليه واتعب ليه؟ اصبح عندنا نماذج شباب ولا بيشتغل ولا بيعمل حاجه الا طول الوقت فاتح الكاميرا ويجيب واحده يخطبها ويلا بينا ونعمل لايفات مع بعض ونعمل فيديوهات ونعقد الشباب التانيين والبنات التانيين، وانا اصلا واخدها وسيله عشان خاطر اجيب بيها فلوس وقيم. عشان كده حمله التطهير اللي موجوده لازم نحييها ايا كان. وده مش عشان البشر.